السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بنات، يا رب الكل يكون بخير وبصحة وعافية. اليوم مثل ما وعدتكم راح أقدم لكم حشوة الفراولة، ونبدي بالمقادير. بسم الله. اللي يحتاجه كوب كامل من الشكر، وأضيف له تقريبا نص كوب من الماء، يعني راح أخلي الماء على دفعتين، فخليته هالشكل حتى أتأكد إنه ايش قد يحتاج الشكر. أنا دائما أشتغل يعني شلون عينك ميزانك، فما أضبط القياسات، لكن هسه يعني ضبطتها. اللي هو كوب من السكر أخلي له كوب من العفو نص كوب من الماء. ونجي إلى الجلي. طبعا الجلي أكيد الكل يعني يشتغل بيه فيعرفون شنو التعامل وياه، لكن أنا راح أخلي له تقريبا 3/4 الكوب من الماء. هو مكتوب عليه أنه نخلي كوبين أو كوب، لكن أنا راح أخلي 3/4 الكوب من الماء، وهالشكل يعني أضربه بحيث أنه تذوب كل الذرات الموجودة بيه. من بعد ما فار الشكر ويا الماي أخليهم عليهم سوا، وأبدي أخفق بيناتهم لحد ما أذوب كل الذرات الموجودة مالت الجلي، أبدا ما أتركهم. وهسه شوية من وصل لهالمرحلة أنا دائما ما أخلط بيه، لأن إذا تركينه راح يتكتل من يمك. فهسه راح أستخدم تقريبا ملعقة كبيرة من النشا زائد 3 كوب من الماء، وأخليهم على الخليط نفسه، ولكن شنو مع التحريك المستمر. ايد تخلين بيها النشا وايد تخفقين وتحركين باستمرار، لان اذا تركتي راح يكون النشا عندك متكتل، وبعد من الصعب انه تجانسينه ويا الخليط. وهالشكل فقط انه نشوفه شوية يثخن، مو هواي، شوية يعني. هو اكو فرق بينه وبين الحلاوة النشا والكاستر والى اخره. اول شي اكيد اخلي عليه شوية لون. هاي ماركة اللون هسه راويتكم اياها للبعض البنات اللي يسألوني عليها. شوية اخلي لون، وايضا ابدي اداخل بيناتهم. مثل ما جاي نلاحظ وصلنا لهالمرحلة، ابدي اخلي عليه شوية من النكهة هسه هنا انا ردت نكهة الفراولة، حبيتها يعني. واذا كان بالتوت فهو توت، واذا كان بالبرتقال فهو برتقال، فحسب لون الفواكه وطعمها تخلون النكهات. وهالشكل ابدي اداخل بيناتهم وما اتركهم نهائيا، ما تركيهم نهائيا. وصلنا لهالمرحلة فنخلي عليهم شوية زيت حتى ينطي اللمعة الموجودة بالحشوة شوية. شوفوا يعني تقريبا ملعقتين كبار، ونبدي نداخل بالزيت. الزيت شوية صعب انه تداخلين بينه وبين المواد البقية، لكن يعني بالتحريك ممكن يتداخلون سوا مثل ما جاي تلاحظون. وهسه من وصلنا لهالمرحلة نجيب اي حافظة موجودة عندنا محكمة الاغلاق، ونخليهم بالثلاجة بالبراد. ومن بعد ما يعني تتماسك اطلعها والقاها هالشكل صايرة. فهسه انتم راح تتعجبون، راح تقولون هذا نشا يعني ماكو فرق. لا، هذا مو نشا، بها نسبة من الجيلاتين واضح جدا. لان لو كانت نشا كان يعني هالشكل انقصت قص، يعني بدون يعني النسبة من الجيلاتين موجود بيها. فعلى كل هذا شكلها، لكن انا ما احب يعني هالشكل يكون بها هذه التكتلات. فشو راح اسوي؟ راح شوية اضربهم. اذا ما متوفر عندك هذه الاداة ممكن تخلينها بخلاط العصير وتشتغلين على حسب الاصول، ما ممكن يتغير اي شيء، طبيعيا مسائل وبس. لكن السؤال، هل هي تطلع مثل الجاهز تماما؟ لا، بصراحة وبكل أمانة لا، ما تطلع مثل الجاهز. تعوض عن الجاهز، ممكن تعوض، بس مال انه تكون يعني مثل الجاهز تماما او افضل من الجاهز، لا ما اقدر اقول هالشكل. يبقى الجاهز افضل،
ممكن حتى وأكيد يعني تجهز مدة الانتهاء تكون أطول، وأيضا بمواد حافظة. فاللي يشتغلون بالكيك يعني وبأعداد يعني كبيرة فما يعني تفيدهم هالشكل، أكيد يعني يشترون. أنا واحدة من الناس أشتري أفضل. وإلى هنا هذه النتيجة النهائية، شوفوها شلون حلوة وطعمها جدا طيب، يعني حتى طعم نشا ما بيها إذا البنات يسألون هالشكل. وإلى هنا هاي النتيجة النهائية، وأستودعكم الله تعالى، ولا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. في أمان الله.